السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل كيكة الكريم كراميل. عندنا كوباية من السكر، وكوباية من اللبن، وكوباية الا ربع من الزيت. زيت ذرة يكون زيت نضيف، ما تعملوش بزيت التموين وكده عشان ما يبقالوش ريحة. وعندي كيس من الكريم كراميل، الكيس اللي هنحط البودرة، الكيس البودرة، وهبتدي اضرب في الخلاط ضرب كويس جدا لحد ما يدوب كل المكونات دي مع بعضها. بعد كده هطلع كوباية من الخليط اللي انا عملته ده في الخلاط، واركنها على جنب. دي هنحتاجها يا جماعة، هنشيلها شوية كده لحد ما نكمل الكيكة بتاعتنا. ذرة من الملح، معلقة من الخل، هحط بيضتين، وهحط ورقتين فانيليا. عندك بودر حطي، عندك اللي هي السايلة حطي. بعد كده هضرب الكلام ده كله مع بعضه. وكان عندي كوبايتين من الدقيق نخلاهم وحطاهم على جنب، وهنزل بكيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي عندك. بعد ما ضربت المكونات كلها ابتدي اقلب كله مع بعضه تقليب كويس جدا لحد ما تختفي كل التكتلات اللي عندك ويتجانس كل الخليط مع بعضه. كنت مبدرة الصينية بتاعتنا، حاطة سمنة وحاطة دقيق عشان الكيكة بتاعتنا ما تلزقش. وهنزل بالكيكة بتاعتنا في الصينية بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، وابتدي افردها. صينية مقاس 24، يعني الصينية ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ده المنظر بتاعها بعد ما احنا عملناها. هبتدي واحطها في الفرن. بعد كده هبتدي اجيب كوباية من اللبن المتلج او مية زي ما انتوا حابين، بس مية تكون متلجة او لبن متلج. هنزل بكيس الكريم شانتيه وابتدي اضربه بالمضرب زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. هضربه كده من 5 دقايق ل6 دقايق لحد ما القوام بتاعه يتقل معانا. ده القوام بعد ما تقل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيكة بتاعتنا كانت طلعتها من الفرن. وهبتدي اسقسقها كده بربع كوباية من اللبن، معلقة معلقة كده لحد ما تبتدي تتشرب. بعد ما هي هتتشرب بالشكل ده هبتدي ان انا احط عليها طبقة الكريم شانتيه اللي انا عملته، اللي ضربته بالمضرب، واظبطها بالشكل اللي انتوا شايفينه. املى كل الفراغات واظبطها على الاخر. بعد كده احنا كان عندنا الصوص بتاع الكريم كراميل كنا راكنينه على جنب. هبتدي انزل بيه، بس انا حطيته في التلاجة يسقع شوية، يعني انتوا حطوه شوية كده في التلاجة يسقع. وهتبتدي ان انت تحطيه على الكريمة بتاعتك. بس الكريمة برضو يعني كيكة بعد ما اتعملت بتحطيها في التلاجة شوية تجمد، وبعدين تنزلي بصوص الكريم كراميل. وابتدي اوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اوزعها توزيع حلو كده فوق الكريمة بتاعتنا. دي من الكيكات الجميلة الشهية اللي بتفتح النفس، بصراحة جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. ببتدي ان انا اظبط كده زي ما انتوا شايفين. احنا عارفين كيس الكريم كراميل اللي بيبقى معاه كيس اللي هو الكراميل، كيس صغير ده في الاخر بعد ما اخلص هبتدي ان انا انزل بيه، ازوق بقى بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبخلة هبتدي اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان يدينا منظر وشكل جميل. دي الكيكة بتاعتنا بعد ما احنا خلصناها بالشكل ده. ده الشكل النهائي بتاعها. وابتدي اقطع فيها كده قطع صغيرة. طعمها تحفة وريحتها جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة. هنطلع بقى بقطعة كده نشوفها. ده الشكل النهائي بتاعها.